ازيكم يا شباب؟ صباح الفل عليكم. تعالى نتكلم على حاجه صغيره جدا اتطلبت مني كده كتير في كومنتات وفي الرسايل وكده. هو احنا امتى ننقل في الغيارات المانوال لاعلى وامتى ننقل لاقل؟ تابعوا معايا بس بالراحه كده علشان الموضوع ده مهم جدا، واللي بيسوق اوتوماتيك حاول يكون معايا برضه علشان الموضوع ده مهم جدا، تبقى على الاقل فاهم المانوال. طيب خلونا نتكلم كده بشكل مبسط وسريع. احنا عندنا في العربية المانوال 5 غيارات: اول، تاني، تالت، رابع، خامس. ال5 غيارات دول احنا كل لما ننقل للغيار الاعلى كل لما العربية بتكون عايزة سرعة اعلى. يعني انا جبت ال40 وعايز اجيب تالت، فبناء عليه بجيب التالت علشان العربية تقدر تجيب ازيد من ال40، نجيب 60، نجيب 80. اول حاجة انقل امتى؟ احنا عندنا طريقتين للنقل: طريقة بتاعت الناس اللي هي بتاعت زمان، وطريقة بتاعت النهاردة بتاعت العربيات الجديدة. الطريقة بتاعت زمان ان احنا اول ما بنسمع صوت العربية عالي بنقوم ناقلين الغيار الاعلى. يعني انت لو انت على الاول هات التاني، ولو انت على التاني هات التالت، ولو انت على التالت هات الرابع. يبقى احنا كده بننقل امتى؟ بننقل اول ما انا اسمع صوت العربية عالي. تلاقي العربية بتعمل العربية محتاجة فرصة اكبر ونفس اكبر. النفس ده بيبقى عبارة عن ايه؟ ان انا انقل اجيب الغيار اللي بعده. طيب النهارده العربيات اخترعوا حاجه اسمها RPM، وانا شارح فيديو كامل للRPM ده. الRPM ده اللي بيبقى في العربيات من الصفر ل8، بيبقى عداد كده في العربيات الجديده مكتوب 0 1 2 3 4 لحد 8. في العربيات الجديده احنا بنعمل ايه عشان ننقل؟ اول نقطه، اول ما العربيه تجيب معاك عند رقم 2 بنقل اوتوماتيك اجيب التاني، عند رقم 2 اجيب التالت، عند رقم 2 اجيب الرابع. ملخصة ان ما بين 2 و2.5 RPM انقل هات الغيار اللي بعده. طيب ليه ما بتقولش 3 و4 ما هو موجود لحد 8؟ الخواجه لما جه يصنع العربيه قال لك ايه؟ قال لك انت طول ما انت ما عدتش رقم 3 في الRPM انت كده قدرت تحافظ على النظام الاقتصادي اللي انا منزله لك في العربيه علشان الوقود والبنزين. يبقى انا دلوقتي بين 2.5 انقل للغيار اللي بعده، ما اوصلش عند رقم 3. اول حاجه لما هوصل عند رقم 3 هيزيد البنزين معايا استهلاكه. رقم 2 هضغط اكتر على العربيه. تمام كده يا جماعه؟ طيب يبقى احنا كده قلنا ايه؟ قلنا ان انا بنقل للاعلى لما اكون في الناس القديمه والعربيات القديمه كانوا بيقول لك اسمع صوت الموتور، وفي النقطه بتاعه العربيات الجديده لما الRPM يجي ما بين 2 2.5. طيب فهمنا كده امتى انقل للغيار الاعلى؟ طيب انقل امتى للغيار الاقل؟ بص بقى الموضوع ده جميل قوي 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 بس مش كل الناس فاهماه. تعالى ناخد قواعد. القواعد دي هتسهل عليا موضوع النقل، بس افهمها ما تحفظهاش. احنا عندنا 5 غيارات، تمام؟ اللي هو الاول والتاني والتالت والرابع والخامس. تعال نقسمهم حاجات كده بالراحه نقطتين. اول نقطه ان احنا هنقسم الاول والتاني لوحده والتالت والرابع والخامس لوحده. يبقى انا دلوقتي بالنسبه لي الاول والتاني اخوات، والتالت والرابع والخامس دول اخوات تانيين. تمام كده؟ الاول والتاني دول انا بستخدمهم طول ما العربيه ماشيه بالراحه. يبقى انا على الاول او على التاني الاتنين زي بعض، وطول ما العربيه ماشيه بالراحه تنيك ماشي سواء على الاول او على التاني. بس ما تحاولش تمشي على الاول كتير، يعني انت بمجرد ما انت طلعت بالعربيه هات التاني على طول، يعني بعديها مفيش ثواني بالظبط اطلع بالعربيه وتقوم ناقل التاني. امشي على التاني ده زي ما انت عايز، مفيش حد يقدر يقولك ان التاني ده هيبوظ ولا الفتيس هيبوظ. طول ما انت ما جبتش في الRPM من 2 ل 2.5 انا مش محتاجك تنقل للتالت ولا الرابع ولا الخامس. ها معايا كده؟ طيب امتى يا عم مؤمن
اجيب الاول لو انت العربيه بتاعتك وقفت او شبه وقفت. لو عربيتنا وقفت خالص وقوف تام او شبه وقفت خلاص هتقف، لازم اجيب اولاني. ندخل بقى على الجزء اللي بعد كده، التالت والرابع والخامس. التالت والرابع والخامس دول اسمهم سرعات عاليه، ما ينفعش ادخل على مطب او تهديه او حد كان معدي قصادي ومرجعش للتاني. نعم، تاني ايه يا عم مو؟ هو انا مش هرجع من التالت للتاني او من الرابع للتالت او من الخامس للرابع؟ انت بتهدي قوي يعني انت مثلا وليكن هنعتبر مثال صغير كده ان انت داخل على مطب. طب انا وانا داخل على المطب كده مش لازم اهدي قوي؟ طيب انا عشان هديت قوي انا لازم اعمل ايه؟ ارجع لرقم 2 في الفتيس. طيب امتى ارجع لرقم 1؟ لو العربيه وقفت. مش احنا قلنا ان انا لو العربيه وقفت لازم اجيب اول، انما العربيه ما وقفتش اجيب التاني. ها، سواء انت على التالت او الرابع او خامس في اي حال من الاحوال. طيب بالراحه كده يا عم مؤمن، فهمني بالراحه. انا على الخامس وعلى الطريق السريع، داخلين على اسكندريه كده، من طنطا لاسكندريه. هيقابلني في النص بلاد زي كفر الزيات، دمنهور، ايتاي. الحتت دي بيبقى فيها تهديه وساعات بيبقى فيها مطبات. بهدي سرعه العربيه قوي لدرجه ان انا اجيب التاني. طيب تعالى بقى ناخد القسم التاني اللي الناس بتسالني فيه. انا ماشي على الخامس والعربيه اللي قدامي هدت سنه صغيره وبعدين كانت فاكره ان في مطب وبعد كده ما طلعش مطب، قام راجع بنزين ومشي تاني. في الحاله دي عندك حاجه من الاتنين، يا اما ترجع من الخامس للرابع يا اما تكمل زي ما انت على الخامس مع التهديه الصغنونه دي. ايه ده ينفع؟ ينفع. يا اما ارجع للرابع درجه واحده بس، يا اما اتنيني على الخامس زي ما انا. طيب انا في الوقت الحالي ده طول ما انا ماشي انت ما عندكش مشكله. امتى يبقى عندك مشكله؟ يبقى عندك مشكله لو انت هديت قوي وما خدتش التاني. طيب لو وقفنا خالص ناخد الاول. ده كان الحلقه بتاعت الفيديو بتاعت النهارده، ان انا امتى اجيب الغيارات الاعلى والغيارات الاقل عشان نبدا نكون فاهمين الفتيس. معلومه بقى صغنونه جدا 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 بقى، طول ما انت ماشي على الطريق السريع انت مش فارق معاك انت راكب عربيه مانوال او اوتوماتيك. يعني ايه؟ يعني سواء راكب عربيه مانوال او اوتوماتيك الاتنين على الطريق السريع واحد، لانك بعد ما بتجيب الخامس في المانوال انت ماشي عادي بسرعتك زي الاوتوماتيك بالظبط. يفرق ايه بس؟ يفرق انك انت في وسط البلد بتحتاج انك انت تنقل كتير فبيبقى المانوال اصعب. يومكم سعيد، يومكم بيضحك. ما تبخلوش عليا بلايك وكومنت وشير. انا كده كده مش بتربح من الحاجات دي حاجات بحطها للناس كلها تتعلمها والناس كلها تبقى فاهماها. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. يومكم سعيد بيضحك، مؤمن الجزار بتاع تعليم سواقه. باي باي.